السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في الحلقة دي هنتكلم عن كأس العالم للأندية. هقول لك أنا نظام القرعة وهركز على تفاصيل مهمة جدا بخصوص مونديال الأندية لسنة 2023. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك ومتابعة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا إن شاء الله الفترة القادمة. في البداية كده عاوزين نعرف الفرق المشاركة في كأس العالم. أول نادي عندنا هو مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا. الفريق الثاني أوكلاند سيتي بطل أوكيانوسيا. الفريق الثالث كلوب ليون بطل الكونكاكاف من أمريكا الشمالية. الفريق الرابع هو أوراوا ريد الياباني بطل دوري أبطال آسيا. النادي الخامس نادي القرن الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا. الفريق السادس هو اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وصاحب الأرض. والفريق السابع لسه حتى الآن لم يتم تحديده بطل كوبا ليبراتادوريس من أمريكا الجنوبية. 7 فرق هتشارك في كأس العالم للأندية. إن شاء الله البطولة هتتلعب في المملكة العربية السعودية من 12 إلى 22 ديسمبر، والقرعة هتقام في أوائل شهر سبتمبر القادم إن شاء الله. وبأمر الله النادي الأهلي المصري واتحاد جدة يعملوا حاجة. أنا أتمنى التوفيق للأهلي، أتمنى أن الأهلي يفوز بالبطولة، لأن قبل كده حققنا البرونزية أكتر من مرة. النادي الأهلي عنده خبرات في كأس العالم للأندية. مانشستر سيتي أول مرة يشارك في كأس العالم، ولكن أنت بتتكلم عن كتيبة مرعبة. بنتكلم كورة، بنتكلم فنيات. السيتي المرشح الأول. هنتكلم عن تفاصيل مهمة، ولكن دلوقتي هقولك نظام البطولة كده بشكل عام. في حاجة اسمها الدور التمهيدي. الدور التمهيدي ده صاحب الأرض بيواجه أوكلاند سيتي. بنسبة كبيرة إن شاء الله اتحاد جدة هو اللي يكسب، يعني الفائز هيتأهل إلى الدور الثاني عشان يكون عندنا 4 فرق في دور ربع النهائي. الأهلي، أوراوا الياباني، اتحاد جدة إن شاء الله في حالة فوزه، وكلوب ليون. مواجهات الدور الثاني هيتم تحديدها من خلال القرعة، والمتأهلين هيصعدوا لنصف النهائي لمواجهة المان سيتي وبطل ليبراتادوريس. بناء على القرعة برضو هنعرف مين هيقابل مين. خلونا كده نقول مثل تخيلي لشكل البطولة والمواجهات. اولا الدور التمهيدي ده ثابت، يعني اتحاد جدة هيواجه اوكلاند سيتي، وبأمر الله اتحاد جدة هو اللي يفوز يعني. بعد كده هنصعد الى دور ربع النهائي. دور ربع النهائي مكون من 4 أندية: الاهلي، كلوب ليون، اتحاد جدة في حالة فوز، واوراوا الياباني. يعني وليكن الاهلي هيقابل كلوب ليون، واوراوا الياباني ده هيواجه اتحاد جدة ان شاء الله في دور ربع النهائي، يعني القرعة اللي هتحدد مين هيواجه مين. ولكن بأمر الله النادي الأهلي يقدر يصعد هو واتحاد جدة. تمام. الفرقتين دول هيتأهلوا إلى دور نصف النهائي. هناك موجود المان سيتي وبطل أمريكا الجنوبية اللي هو بطل ليبراتادوريس. يعني بناء على القرعة هنعرف مين هيواجه مين، يعني الأهلي هيواجه السيتي ولا اتحاد جدة هو اللي هيلبس قدام مانشستر سيتي. قبل كده النادي الأهلي واجه ريال مدريد وبايرن ميونخ، يعني الأهلي حظه سيء شوية في كأس العالم للأندية، عشان كده كنا بنحقق البرونزية. يعني الأهلي ما كسبش الفضية قبل كده أو الذهبية. أتمنى في الموسم ده في البطولة دي على أرض عربية في السعودية، أتمنى النادي الأهلي يقدر يكسب كأس العالم للأندية. خلي بالك الموضوع مش صعب، مفيش مستحيل في كرة القدم. الكورة لا تعترف بالأسماء خالص. نادي الأهلي عنده تيم كويس جدا، هتكلم عن الصفقات كمان شوية. عندنا جهاز فني محترم، عندنا إدارة بتوفر كل حاجة، لعيبة رجالة. احنا واثقين جدا جدا في كل اللعيبة، كل القايمة، كل السكواد. لكن لما نتكلم عن المعطيات والفرق المرشحة للفوز بكأس العالم في الموسم ده، أول نادي طبعا بطل أوروبا اللي هو مانشستر سيتي. أكيد كتيبة جوارديولا يا جماعة، إيرلينج هالاند، دي بروينا، عندك إيدرسون، عندك ستونز، يعني لعيبة عالمية. بطل أوروبا دايما هو اللي بيكون مرشح للفوز بكأس العالم، وهو اللي بيكسب كأس العالم في كل الأحوال يعني، أو في كل الأوقات. العرف بيقول كده.
الفريق المرشح الثاني اتحاد جدة. ليه بقى؟ اتحاد جدة عمل صفقات عالمية، كلكم بتتابعوا، كلكم شفتوا اتحاد جدة في البطولة العربية. عندهم كريم بنزيما افضل لاعب في العالم، وكمان كانتي وفابينهو، يعني لعيبه ليفل تاني خالص، سكواد مرعب. اتحاد جده مكون فريق محترم، يعني ما شاء الله بيأدوا بشكل مميز جدا. حجازي مصاب مش هيشارك معاهم في كاس العالم. طارق حامد هيرحل عن اتحاد جده، ولكن اتحاد جده ما عندوش خبره طبعا في المونديال. مانشستر سيتي ما عندوش خبره، ولكن دول مش محتاجين خبره، هم هينزلوا طبعا. بطل اوروبا بيبدأ من دور نصف النهائي. في كل الاحوال احنا هندعم كل الفرق العربية. الاهلي المصري ده فريقي اللي بشجعه، وان شاء الله بامر الله نقدر نعمل حاجة سواء فضية او ذهبية. انا مش طماع، يا ريت النادي الاهلي يحقق المركز الثاني في كأس العالم للأندية. عندنا جماهير في السعودية، الجمهور هيدعم، عندنا رجالة، عندنا جهاز فني، وفي صفقات جديدة كمان. مش عاوزين نقلل من اتحاد جدة، طبعا فريق كبير، فريق ما شاء الله مرعب، وعاوزين نمشي ستيب باي ستيب، يعني خطوة بخطوة. الأول ربع النهائي وبعد كده نكسب نصعد إن شاء الله بأمر الله. يا رب القرعة ما توقعناش في بطل أوروبا، لأن الأهلي لو واجه المان سيتي فرصه هتكون ضعيفة. هنتكلم بأمانة، يعني المان سيتي هينزل باكتساح. المان سيتي أول مرة يشاركوا في كأس العالم، وبالتالي هم عاوزين يكسبوا البطولة دي. فيا رب يعني القرعة توقعنا في بطل أمريكا الجنوبية، بطل ليبراتادوريس، سواء فلامينجو أو فريق بالميراس. قبل كده الأهلي كسب بالميراس في كأس العالم للأندية. مش بقولك اللي احنا عندنا خبرات في المونديال، وعندنا لعيبة بتمتلك خبرات عالمية في كأس العالم، زي عمرو السولية، محمد الشناوي، علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، لعيبة كتير ما شاء الله، أحمد عبد القادر برضو، محمد شريف. يعني سكواد النادي الأهلي جيد، ولسه في صفقات جديدة. ولما نتكلم عن صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم القادم واستعدادا لكأس العالم للأندية، طبعا الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور، الصفقة الكبيرة الجماهيرية، ورضا سليم النجم المغربي، بالإضافة إلى عودة كريم ندفد وصلاح محسن. وإن شاء الله هيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي صريح رقم 9. لو الأهلي اتعاقد مع مهاجم هداف في الخط الأمامي، الأهلي يقدر يحقق إنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية. ليه؟ لأن أنت دلوقتي في أفضل حالاتك الفنية، ما شاء الله عملنا كل حاجة على المستوى المحلي والأفريقي. الأهلي كسب مع كولر الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، الكاس، السوبر المصري، كل البطولات. الأهلي أكتر فريق محقق بطولات في العالم كله، وبالتالي النادي الأهلي فريق كبير أيضا. عندنا بطل أمريكا الجنوبية، أوكلاند سيتي بيطلع بدري ودايما بيشارك في كأس العالم للأندية. فزي ما قلت لك كده، كأس العالم مونديال الأندية 2023 استثنائي، في فرق كتير هتنافس، وعندنا دوافع، وعندنا فرق عربية كبيرة. وإن شاء الله بأمر الله أتمنى التوفيق للنادي الأهلي. زي ما قلت لك كده، البطولة هتتلعب في الأراضي السعودية، في السعودية. الموعد من 12 إلى 22 ديسمبر شهر 12 القادم، والقرعة هتقام في بداية سبتمبر. هنعرف بقى من خلال القرعة مين هيواجه مين، ولكن زي ما قلت لك كده المواجهة السبت عندنا اوكلاند سيتي امام اتحاد جدة. وان شاء الله اتحاد جدة يكسب ويصعد الى دور ربع النهائي المكون من 4 أندية. هنعرف من خلال القرعة مين هيواجه مين. الفرقتين اللي هيصعدوا هيواجهوا المان سيتي وبطل امريكا الجنوبية، وهيتم تحديد المركز الثالث والرابع فيما بعد بناء على النتائج، بناء على يعني السيناريوهات اللي هتحصل. اتمنى التوفيق لكل الفرق العربية ان شاء الله في بطولة كأس العالم للأندية. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة. قول لي توقعاتك في التعليقات بقى، مين اللي هيكسب كأس العالم ان شاء الله في الموسم ده. شكرا لكم، السلام عليكم.